جربنا اليوم وصفة المبطن الليبي. تابعوا الفيديو للآخر باش تعرفوا الطريقة ونستناو رايكم في التعاليق. ناخدو كعبات بطاطا ننظفوهم ونقشروهم ونقصوهم بالطول خشان شوية. من بعد عاودنا حليناهم في الوسط من غير ما نقصوهم كيما تشوفوا وحطيناهم في الماء يرتاحوا. الفارس خدينا لحم مفروم، بصل مقطع جويد، معدنوس، شابلور، طماطم معجونة، فلفل أحمر، كركم، ملح، تبل كروية، سمن، قرفة، فلفل أكحل، كعب عظم. خلطناهم مليح. من بعد خدينا كعبات البطاطا وعبيناهم بالفارس وسمحناهم. بعد غطسنا كعبات البطاطا في العظم في الشابلور والفارينة مرتين. من بعد قليناهم في زيت على حرارة متوسطة. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم ونستناو تشجيعكم كالعادة.